الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم بغيت نفهمكم علاش يحدث هذاك النفور. نورمالمون هي الالتحام بين الزوج والزوجة، ولكن تلقاي النفور انه الزوج علاش ينفر من الزوجة. نفهمكم علاش. كاينه حاجة اسمها الجوع العاطفي. وحده كيجي راجلها مع العشيه ويجي يجمع معاه، مثال تجي تجمع معاه وتقعد تحكي له، تقول له مثال يا ما شفتش خالتك تفتنت هي وعجوزتها، وما شفتش جارتنا الفلانيه شرت مثال شرت تفريشه فلانيه، شرت قاعده فلانيه، فلان بنت دارها شغل انتي تقعدي تحكي معاه، انتي راكي قاعده تحكي معاه. هو غادي يدير هنايا؟ هو اول حاجه هو غادي يعطيك انتباه. هو اول ما يعطيك انتباه ويبدا يتحاور معاك، انتي شغل راكي تتغذي. بديتي تتغذي، شغل بديتي تقلعي، ما نقولوش حنا تقلعي منها، شغل انتي خاصك الغذاء. انتي هذا الغذاء اسمه خاصك الغذاء الاهتمام. انتي لما هو يبدا ينصت لك ويسمع لك ويبدا يتحاور معاك، هنا سمو حدث هذه العمليه سموها امتصاص. انتي هنا راكي تمصي، يعني انتي راكي مصاص الطاقه. شوفي انتي تقولي انا مانيش مصاص الطاقه، انا راني قاعده نفهم فيك المشكل اللي راه صاري فيك. ايوم من بعد انك قاعده تحكي انتي وياه، هذه العمليه راهي شتي كيفاش انتي راكي تاكلي دروك. هذا سموه الاكل. هي النمو، هذا الاكل ندوه مع عند ربي سبحانه، ناكلوا مع عند ربي سبحانه، لانه خزائن الله لا تنفد. اسم الله الودود وكل الاسماء الله الحسنى وربي سبحانه في الصلاه كامل، هذو كامل ندوهم من الله سبحانه. احنا مين ما تعلمناش وما عرفناش ولينا ندوهم من عند الناس كيما حنايا. دوك هو اصلا هو يجي عيان ويجي ماش طايق مثال، ويجي راسه معمر بالمشاكل مثال، وانتي هنا شغل انتي راكي ماشي راكي تصدعي له في راسه، ولا انتي راكي جيعانه تحوسي تاكل. وانتي قبل ما تتزوجي فهموك بلي الراجل هو اللي يهتم بيك، الراجل هو اللي يتهلا فيك. الراجل كيفاش يتهلا فيك؟ هو اصلا راه فقير، هو اصلا جيعان اهتمام. هو فين راه جيعان اهتمام، هو ثاني خاصه اهتمام. هو ثاني عنده الجوع العاطفي. الجوع العاطفي تلقاه يحوس على صحابه، تلقاه يحوس على الناس برا يجمع معاه. هو ثاني عنده الجوع العاطفي. دوك انتي كي تكوني مثل درتي هكا شويه ماكياج وكامل وإلينير وستيكيتي عمرك وصايره بيجي ورا زوجك من الخدمه مثال، انتي اول حاجه هو كي غادي يقولك يا كي راكي شابه اليوم، انتي راكي هنا بديتي تاكلي، هنا راكي باغيه تاكلي، هنا قاعدي تاكلي. هو يقول لك راكي شابه، راكي بديتي تاكلي. هنايا مهما كليتي من برا، مهما كليتي، اجتمعي فيه، مهما كليتي ما غاديش تشبعي، لانه الشبع يكون من الداخل. الشبع يجي من الداخل، الشبع يجي منك انتي اللي تشبعي روحك، انتي هي اللي تشبعي احتياجاتك، انتي هي اللي تشبعي احتياجاتك العاطفيه. هذه الاحتياجات العاطفيه كيفاش تشبعيها كما كنت دائما نهضر لك، نقول لك اول حاجه هي انك تحترفي. هي اول ما غادي انتي تحترفي غادي تحسي بالعار كيفاش انا طلابه. وغادي اول حاجه تحسي روحك كديري في حاجه ماشي مليحه، تحسي بالعار، تحسي بالخزي. وهذا اسمه عدم تقدير الذات. هذا هو عدم تقدير الذات، تقدير النفس، وهذا يدخل في كره النفس. فهمتوا؟ ماشي الاهمال النفسي تاعك اللي كنتي تروحي تحوسي عليه، تحوسي تاكلي برا. انتي كتشبعي احتياجاتك، انتي كتقعدي تشبعي في احتياجاتك، هادو يولو يحدث التوازن بينك وبينه في العلاقه تاعك. ما يوليش ينفر منك، ما يوليش يكره منك، شغل انتي ما توليش تكثري عليه، شغل ما تكون هذاك الضغط تاعك انتي اللي كنتي دايرته له هو يحبس على بها العلاقه تاعكم ترجع للتوازن. شوفوا دائما يكون الجوع العاطفي في الزوج انه خاصك اهتمام وخاصك حب وخاصك. شوفي اما في العائله كي تكوني في عائلتك مع خالتك ومع هذا شغل تكوني في وضعيه الامان. انتي مادام انا راني مع هذه العائله انا راني في امان، مادام هذه العائله في حياتي انا راني في امان. خاوتك امك بوك كاع كامل الناس ما تقدريش تتخيلي روحك نهار من نهارات خرجوك من هذه الدائره تاع العائله تاعك، ما تقدريش. لاي تيبي انتي روحك تستنزفي. المهم اني يخلوني نقعد معاهم. تبي روحك انتي تقدمي فوق مجهودك، تبي روحك تغسلي وتبي روحك تنفضي حتى تقومي يعني هنايا كما حنا نقولوا
تتقربي ليهم باخبارك تاع دارك، باخبارك تاع عجوزتك، باخبارك تاع حماتاتك. زعما ما تزحفيش، انا غير راني نقولك وشحال من مره نقولك ما تزحفيش، لانه انا يا راني هنايا راني اختك، وانا هاد الامور فاتوا عليا من قبل. بس انا ما كنتش فاهمتهم، ما كنتش فاهمه انا اصلا علاش راني ندير كيما هكا، وعلاش انا راه صاري لي كيما هكا، وعلاه راني مرمده روحي. بصح انا كي عرفت انا ما نخليش هذه الحاجه تقعد عندي، انا لازم انتي ثاني تستافدي، وانتي ثاني تفيقي روحك كيما صرا لي انايا. ايا انتي انا لازم اني نقعد مع هذه العائله. شوفي، نغسل، نطيب، ننفض. وقلت لك هنا تصيبي روحك تقولي انا هنا ننتخب، انا ما علياش، انا المهم هما، مهم راحتهم هما. انا مريضه ننتخب. شوف، اي حاجه ترضيهم هما نديرها. لا بغا ايوا تصيبي روحك تتقربي، حتى كيما قلت لك تتقربي ليهم بحكاياتك، بمشاكلك، باسرارك، بكلش. ومشي ايوا في لافا تقولي انا علاش اذاوني، ولا تقولي علاش داروا لي كيما هكا، ولا دارنا علاش قاسوني، ولا علاش كي واحد النهار استحقيتهم ما لقيتهمش معايا، ولا لانه عندك الجوع العاطفي. الجوع العاطفي هذا خاصك الامان. انتي ما كش تحسي بالامان، تحسي بالامان كي تكوني موجوده معاهم، هما يعطوك الامان. فهمتي؟ على بيا هذا احنا كي نبعدوا على ربي سبحانه، هذا كلش ندوه من الله سبحانه، كلش. احنا ماناش فقراء، احنا ربي سبحانه احنا خلقنا اغنياء في النفس. وكاين اللي تلقاي عنده الملايير ويحس روحه قاعد جيعان، وعنده ذاك الجشع مهما ياكل من الدراهم، مهما يكون عنده دراهم يحس روحه جيعان، لانه مهما ملأتي بطنك من الخارج ما تشبعيش، لا من راجلك ولا من داركم ولا من دراهم ولا عدد الصحبات اللي كانوا عندك ولا حتى وحده. هنا كل هذا الشيء راه مندرك تحت واحد الحاجه اسمها الخزي. اول ما تعرفي بلي انا راني رايحه، انا راه نحوس على راجلي يهتم بيا، تحسي علاش تقولي انا فقيره لهذه الدرجه، تحسي بواحد المشاعر تاع خزي. هذيك المشاعر تاع الخزي خليها تطلع، الخزي هذاك حسيه وخليه يروح. ومن بعد كينا تولي شوفي، ومن بعد كينا تبداي تتعاملي مع امك ولا مع خوتك، ولا كي تبغي تتكلمي معاهم، ولا تجبدي كاش كلمه على جارتك، ولا على كاش حاجه تفصيله، ولا تبغي تغتبي، ولا سقسي روحك قولي انا علاش راني باغيه نهضر مع امك كيما هكا. هي تعرفي بلي انا راني باغيه نجذب انتباه امها، وراني باغيه نتقرب منها، وراني باغيه تسمعني، يعني باغيه نكون انا وما ودودين، انا وما تتودد ليا. كي تحسي، كي تعرفي بلي كي تكتشفي هذا كي تكتشفيه تحسي بواحد الخزي والعار، تقولي ماشي عيب. هنا هذيك تاع العار والعيب قبضيها عارفيها، ومن بعد كي خليها تروح. اي انت مرني روحك، كل ما جيت تهضري مع صاحبتك ولا تهضري مع داركم، عارف يا قبل ما تجبدي اي اسم اي شخص، ولا عارفه قولي انا علاش راني باغيه نهضر لها، انني باغيه نتقرب منها. من بعد كي تحسي روحك تقولي راني دايره حاجه عيب. فهمتي؟ هنا كل مره تلتقطيها، كل مره اي ترجعي هنا يرجع لك تقدير الذات، تولي هنا تقدري ذاتك. ايوا من بعد هنا هنا تبداي تشبعي، لانه هنايا بديتي تنتبهي لهذه النفس والجوع تاعها، الجشع هذيك اللي باغيه تاكل منها، تبداي انتي تنتبهي لها. انتي كي تنتبهي لها قبل ما تتكلمي مع خواتاتك، ولا قبل ما تتكلمي مع راجلك، ولا قبل ما ديري عفسه مع راجلك، قبل ما تقولي انا علاش راني ندير فيها، علاش راني باغيه نهضر معاه، انا راني باغيه انا نحس بالوحده، وراني باغيه هو يونسني. هيا هنا تعرفي روحك، هنا تحسي روحك كي باغيه تبكي. اذا حسيتي روحك ما كيش باغيه تبكي، دربي روحك وتعلمي تبكي. تعلمي تبكي. هذاك الجفاء اللي يكون بينك وبين نفسك، ونفسك تديك للدمار، خاطرش علاش انتي راكي جافيه على روحك، انتي ما تقدريش روحك، انتي قاعد تطيحي في الارض وما تبكيش، لانه انتي حاسبه روحك قويه. هذيك القوه هذيك راهي تزييف فقط. تعلمي انك تبكي، تعلمي انك كي تطيحي ولا كي تحسي بالخذلان، ولا تحسي بالعار، ولا ابكي. قال انا هذا عيب وعار راني ندير فيه بينك وبين روحك. هذه سموه راكي تتقربي من نفسك، راكي تتقربي وتقدري فيها. هنا كي تقدريها تولي وين ما تروحي تشوفك الناس، لانه هنايا انت راكي دايره شغل كي الغيمه على روحك. انت هنا انت غير مرئيه، لانه راه عندك الجوع العاطفي هذا مخليك غير مرئيه. وين ما تروحي تحوسي تاكلي من برا، وين ما تروحي تحوسي تاكلي.
نهار اللي تشبعي روحك تولي كيما اللامبه، وين ما تروحي تضوي، وين ما تروحي يولي عندك تقدير الذات. هذا تقدير الذات تولي ياه وين ما نروح الناس يتشوف فيا، وين ما نروح الناس يتعبرني، وين ما تروحي تسيبي الناس يقولك عيدك مبروك مع الناس ما تعرفيهمش، تقولي لي دير هضره منين جبتيها، نقولك انا راهي فايته عليا بلا ما نحكي لك في التفاصيل. وكاينه حاجه واحده اخرى غادي نزيد نقولها لك، تعلمي الاسترخاء. هذا الاسترخاء شي ديك يخليك دائما في واحد المنطقه تاع هدوء، هذاك القلق يروح. الحاجه اللي تضرب الانوثه، تقولي لي منين جات الانوثه؟ ربي خلقها عطاها لنا، ليك نتيا وليا انا، عطانا كاع الانوثه. هذيك الانوثه مع الوقت تدمرت، فهمتي؟ تدمرت مع ما تلبسيش كيما هكا، عيب كيما هكا، ما تخرجيش كيما هكا، هذيك كتفك راه يبان كيما هكا، حيولينا حنا عيب وعار، شعرك عيب وعار، انتيا عيب وعار، ما ديريش كيما هكا عيب وعار. هي داك العيب وعار حنا من حيت اللي كنا صغرنا لبسناه، هذاك العيب وعار لبسناه. هي كي جينا نطلبوا على ابسط الحقوق تاعنا ولا يجينا حاجه عيب وعار، فهمتوا؟ على بها دائما نحسوا بالفقر، كما قلت لك مهما تاكلي من برا تحسي روحك راكي فقيره. ربي عطاك هذه النفس، عطاك باش تتهلاي فيها، باش تلبسيها، باش توكليها، باش تهتمي بها، وما خاصه الشبع. هذا الشبع لا انت اللي تشبعيها، مثالي انت اللي تشبعي. تقولي راجلي ينفرمني، انت تشبعي روحك. تقولي لي نهار اللي تبداي تشبعي روحك تبدا كلش هذا وحده يبدا هو يتبع فيك، لانه راكي صاي بديتي تشبعي. نهار اللي تبداي تشبعي صاي الميزان تاعك يرجع يتوازن، وانوثتك ترجع تتوازن، وربي سبحانه هنايا ترجعي للفطره اللي خلقك عليها ربي سبحانه. والله العظيم هذه النفس راهي امانه، كيما ذيك اللوطو اللي يرزقك بها ربي. ولا صح سيدي شتيت ذاك الفريجيدان اللي يكون شباب ويعطيه لك ربي سبحانه ويرزقك به، وتبداي تطلعي فيه وتغسليه وتنقيه ومهتمه به. راهي النفس تاعك راهي اهم من اي شيء في هذه الدنيا. النفس تاعك ماهيش رخيصه، فهمتي؟ واحد احنا كي نرخصوا روحنا للناس، هذه النفس تاعك والقلب تاعك والروح تاعك هذو ماهمش رخاص، لدرجه انه اي واحد يجي يعفس علينا. انتي بمجرد ما تبداي تشبعي كلش يختفي، كل حاجه ضرتك في هذه الدنيا تروح، فهمتي؟ نتمنى لو افدتك ولو كلمه. اذا عندك اي استفسار في هذا الموضوع ماذا بيا تكتبي لي تحت، لانه انا راني نقول كيما قلت لكم هذا الامر عانيت منه بزاف. وهذه ماشي نقولوا حنايا، هذه النفس تاعي كانت مدمرتني، وكان ماشي مدخلتني في حيطان، شغل كنت نحس بالاذلال معاها، كنت نحس بالاذلال مع روحي، وانا مانيش عارفه منين جايني هذا الاذلال. هذا الاذلال كامل يجينا من الجوع العاطفي. على بها نتمنى لو افدتك ولو كلمه. مع السلامه، ما تنساش تتهلاي في روحك وتتهلاي في نفسك، ومع السلامه في فيديو اخر باذن الله.